السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ كل سنة وانتم طيبين وبصحة وخير وسعادة عليكم وعلى أولادكم وعلى أسرتكم الكريمة. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الفيديو النهاردة. انا كده رحت جبت كحك من العبد، مع اني عملت كحك في البيت، بس سبحان الله انا بحب كده اجواء العيد ان انا اشتري كحك وبسكوت. بجيبش بسكوت، جبت كحك بس، واشتري مكسرات ومارشميلو وحاجات من دي للاطفال ولينا ولضيوفنا اللي هيجولنا. بحب قوي اجيب الحاجات دي، مع ان انا المفروض الدنيا مقلوبة عندي ومش قادرة اقول لكم انا يعني انا فيا ايه، بس برضو جبت وعملت عشان خاطر احس بالعيد. ايوه، مش عشان انا بوضب الشقه والدنيا مقلوبه عندي مش هحس بالعيد، لا طبعا هحس بالعيد، وهروح اصلي العيد وجبنا هدوم العيد وهنعيد، بكره العيد وهنعيد كده. ده كده الكحك اللي انا عملته برضو حلو وطعمه جميل قوي وريحته حلوه، كفايه ان هو معمول بالسمنه البلدي. تعالوا بقى نرص كده في الفطارة بتاعتنا كده الكحك والبسكوت والحاجات اللي احنا جبناها واللي عملناها في البيت. تعالوا بقى نرش سكر كده ونعمل كده ونروح نشوف نعمل الدور التاني. وعملت البسكوت برضو عندي والجرايبة، بس الجرايبة ما شكلتهاش، عملتها وتعبت، يعني انا مرهقة اصلا، ويعني ما شكلتها سبتها كده، مش مشكلة، الضيوف مش هيتبطروا. ده ان جالنا ضيوف اصلا. الفيديو ده بقى انا هنزله لكم عشان خاطر اوريكم بقى انا يعني عشت اجواء العيد ازاي، وهكمل لكم بقيه الفيديوهات بتاعه الشهر طبعا. لا تفكروا ان انا ناسياكم، لا مش ناسياكم. وحطوا لايك بقى للجمال والحلاوه دي، يعني بصوا كده، ويعني حطوا لايك بقى، اكتبوا كومنت حلو. تعالوا نحط التسالي بتاعتنا ركره وايه، وهوريكم بقى انا فرشت شقتي وقعدت ازاي. يلا بينا نفرش بس المفرش ده كده على ترابيزتنا، ونحط بقى حاجتنا وفاكهتنا وتسالينا وحاجتنا، عشان لو حد جالنا يبقى احنا كده ايه عاملين حاجتنا. بصوا كده، شايفين الجمال والفاكهه بقى وايه الشياكه دي، ايه الحاجات دي. اوعي تفكري نفسك ان انت عشان دي كده ال50 جنيه كانت لازقه في الصينيه من تحت، الصينيه عايزه تسرقها. عشان الدنيا مقلوبة عندك، او انت قاعدة في مكان مش حلو او كده. بصي بيقولك ان انت قاعدة في عشة تخليها جنة بالنسبة لك. وده كده المطبخ اللي انا عملته، صنعت مطبخ، انا صنعت مطبخ يا جماعة، والله. وركبت ستارة، والله ركبت ستارة وركبت ستاير، والمبلط هيجي 3 يوم العيد وهشيل الستاير تاني. بس مش مشكلة، بفرح نفسي، انا بفرح نفسي يا جماعة، والله. وكده ده كده مطبخ هون، وهوريكم بقى الشقة كده من اول الطرقة لحد المطبخ، وهوريكم كده الفرش وهوريكم انا عملت ايه يعني. وخلي بيتك جنة، مش عشان انت قاعدة في مكان ضيق او قاعدة في مكان مش حلو، لا، انت بايديكي اللي هتخلي بيتك جنة وسعادة، بروحك الحلوة وبنظافتك وبشياكتك كده. يلا بينا نشوف الشقة من اولها، يلا بينا. تعالوا بقى نبدأ من اول هنا كده، واوريكم بقى انا يعني فرشت شقتي في العيد الحمد لله، احسن تكونوا تفكروا ان انا يعني ايه مش هفرش. جبت الشيلات دي كده من عند حماتي من تحت وحطيتها، يعني تعمل اي ديكور ولو حد جالي يقعد عليها يعني. وركبت الستاير، مش عارفه انا ركبتها ليه، بعد يومين بتاع المبلط هيجي فهشيلها، عشان كل ده كده برضو هيتهد. ركبت الستاير، وهنا حطيت سراير الاولاد، وفرشت يعني عشان احس ان يعني احسس نفسي ان انا ايه في عيد يعني. تمام اهو، بس كده. وعملت المطبخ اللي انا قلت لكم عليه يعني. بصي يعني لو والله لو انت قاعده في عشه هتخليها جنه، لو انت قاعده في عشه هتخليها جنه بجد والله العظيم. شايفين؟ بص كده، هو ده مطبخي. انا كنت حاطه كرسي هنا بقعد عليه، وكرسي هنا لو حد جالي، بس خدناهم فوق في الروف عشان كان عندنا ايه ضيوف في رمضان كنا عازمينهم. بس ودي حاجتي بقى لميتها كلها في الاوضه دي كده بتاعه المطبخ، وحاجتي اللي هي كده عشان ما تتبهدلش. بس المبلط هيجي 3 يوم العيد، مش مشكله، هيجي بقى وهيديلي كل ده، بس مش مشكله، انا هسيب كل حاجه في الاوضه زي ما هي، يا دوب بس هي الحته اللي هناك دي كده بس اللي هتتاخد مع الشقه التانية عشان تتعمل سيراميك بس. هسيب كل حاجه زي ما هي، كل حاجه على ميارهم، مش هنقل اي حاجه.
بس وخلاص كده، ده فرش العيد بتاعي بالنسبه لي. عقبال بقى كمان تالت يوم العيد كل ده كده هيتشال، وهعينه بقى عشان نشوف بقى نكمل بقيه توضيبات بقى، عشان المفروض بتاع الجبسن بورد هيجي وبتاع السيراميك هيجي. بس كده خلاص وشكرا. وفرشت الاوضه بتاعتي برضه.